اللهم صل على النبي. هذه الوصفة سويتها معاكم قبل 4 سنوات وكان تفاعلكم عليها جدا قوي. تعالوا نرجع نسويها اليوم مع بعض. غسلت الدجاجة وقطعتها 8 قطع، حضيف عليها ملح وبهارات، حكتب لكم هي تحت، وزيت، ونخلطهم. في القدر رصيت شرايح من الطماطم والقليل من البصل. الأكلة هذه المميز فيها البصل، كثر منه. بطاطس مقطعة كبير، رص عليها الدجاج، أكله الرز مع بهارات صحيحة وملح، تقريبا 5 دقائق. بعدين أصفي الرز وأضيفه فوق الدجاج. أضيف عليه كوب منقوع من الزعفران، قطعتين زبدة، ونقفل. نخليها أول 5 دقائق على نار عالية، بعدين نغطي لمدة ساعة. أنا عارف إنه راح تسألوا معقول الرز ما يعجن والدجاج حيستوي؟ إيوه ما تقلقوا، شوفوا كيف الرز نثري والدجاج ذايب وشارب نكهة البصل. وجهزت يا سيدي. نقول بسم الله. صحيح إنه الأكلة سهلة تحط ذا على ده، إلا إنه فيها تكنيك. الدجاج والرز مطبوخين بموية البصل، نكهة جبارة. والله إنها أكلة عجيبة، لازم تسووها.